وهما مرابطين من 38 حتى يومنا هذا. حييتم 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 وصدقا الملف هذايا بقى زدتوا على كتافها كالبنات والنساء. الميساج الثاني اليوم للسلطة الصماء، اليوم السلطة يلزمها تتلفت. شوفوا الطقس، رانا ربيع على خريف على شتاء على صيف على برد على شتاء. يزينا عاد بالتسويف ويزي من المماطلة. سيادة الرئيس بشرة قلم ملك إذا أنت اليوم ترفع فيه شعار العدالة الاجتماعية، اليوم إن لم تنصفنا العدالة الاجتماعية سوف تنصفنا عدالة السماء، لأن فينا أكثر زملاء ماتوا في الملف هذايا، لأن زملائنا اشتروا ماتوا في الملف هذايا. كان تحبوه تقتلونا تمشيوا على جثثنا كملوا لنا نحن أو خرجوه بالمباشر وقولوا له ما فماش تشكيل. اليوم بنضالات المعطلين واللي تصدروا المشهد الاعلامي والمشهد السياسي يتم معناها بفضل نضالاتهم يتسن لنا قانون معناها عن طريق مجلس النواب ويتم الامضاء عليه ويصبح ساري المفعول في الرائد الرسمي منذ ديسمبر. اليوم معنا في الشهر عندنا اليوم 8 جوان، اليوم بلغ القانون 7 شهور وما فماش اراده سياسيه للتفعيل، ما عدا بعض الخطابات اللي تتغير نوعيه الخطاب من خطاب وعد الى خطاب التطمين. تمسكوا معناها بكل مطالبنا اللي هو الاوامر الترتيبيه، المنصه الالكترونيه، عدد المنتفعين بالقانون، وايضا السقف الزمني لوقتاش يتم الانتداب. اليوم على ما يبدو انه السلطه الحاكمه ما هيش باش يتم تفعيل الانتداب في ميزانيه 2027، وخاصه نحن على ابواب مناقشه المنوال التنموي لسنه 2026 2030، وايضا على ابواب مناقشه قانون الميزانيه 2027. اليوم اللي كان المفروض يكون عندنا في 2026 تكون عندنا دفعه، و2027 دفعه، 2028 دفعه. على ما يبدو انه 2026 سيكون بدون انتداب، نمر الى السنه المواليه 2027 في ظل ما ستؤول عليه الاوضاع السياسيه والتصريحات اللي تنتهجها السلطه الحاكمه. اليوم نقولوا اللي ما يتفكش بالنضال باش يتفك بمزيد من النضال. اليوم عزيمه المعطلين
ما تنجمش السلطة ترهن على إضعافها، لأنه متمسكين بحقنا ومصرين على انتداب أول دفعة. الأشكال النضالية اللي تكون في المرحلة القادمة هي اعتصامات في الجهات الداخلية في المقرات السيادية. على ما يبدو السلطة الحاكمة لا تسمع صراخ المعطلين، ما فماش إرادة سياسية كما سبق وقلت، سلطة صماء لا ترى ولا تسمع.